خدنا الضرب والقسمة، وطبعا الاشتقاق بشكل عام، وخدنا القوس، وخدنا الاشتقاق. ده اللي احنا خدناه في درس الاشتقاق. لو انا قلت مثلا اف اكس بتساوي 3 اكس أس 4 ناقص 5 اكس أس 2 زائد 4 اكس. انا عاوز المشتقة الاولى اللي هي اف شرطة اكس بتساوي، هننزل الاربعة نضربها في الثلاثة، الاربعة في 3 ب 12، اكس أس 4 ناقص 1 يعني اكس أس 3 ناقص، هننزل الخمسة نضربها في الاثنين تبقى 10، اكس أس 2 ناقص 1 يعني 1 زائد 4 اكس مشتقتها 4 بس، خلصت. طب واحدة تانية، لو قلت جي اكس مثلا بتساوي 5 اكس أس 8 ناقص 17، لو قلت جي شرطة اكس بتساوي، هننزل الثمانية للخمسة، 5 في 8 ب 40، اكس أس 7 مشتقة أي ثابت بصفر، مشتقة أي ثابت بصفر يبقى ده راح خالص. ده اللي هو أول جزء بتاع الاشتقاق. طيب لو مش أنا هو صعب، كان لو صعبت قول اتفضل. مش هو كمان كانت المعادلة اللي هي اف بتساوي اللي هي اف اوف اكس زائد اتش ناقص اف اكس. ماشي، ما احنا واحدة واحدة، احنا عاوزين بس إيه دي معنى كلمة الاشتقاق. أنت عاوزة تجيبيه من الأول خالص؟ لا لا أنت عاوزة كده تجيبي معدل التغير. ما هو لا لا لما كنا معدل التغير ماشي بيساوي ليميت اما اكس تقترب من الايه، اما اتش تقترب من الصفر، يعني هو لاف لما يقول لك اشتق من دي اكس ولا من دي؟ اكس زائد اتش ناقص اف اكس على اتش، دي معدل التغير، ده معدل التغير، وفي نفس الوقت المشتقة هنين الأولى، ودي ما بحلش بيها إلا لما يطلب باستخدام التعريف. خلي بالك، وما بتجيش كمان في الامتحان عشان من الآخر بقى، فهماني؟ يعني مثلا ايه، ممكن اقول لك ايه، اف اكس اهي، اف اكس بتساوي اكس اس 2 زائد 3 اكس، انا عاوز تجيبي لي الميل باستخدام التعريف، او عاوز تجيبي لي المشتقه الاولى باستخدام التعريف، ما هو الميل هو المشتقه الاولى، او عاوز تجيبي لي معدل التغير باستخدام التعريف، فانا هقول ليميت، ليميت اهو، اما اتش تقترب من الصفر المفروض اف اكس زائد اتش ناقص اف اكس على اتش، المفروض التعريف. فانا هبدا اجيب اف اكس زائد اتش من فوق اهو، اهو هجيبها هنا الاول اهو، هنبدا نجيبها بقى ونعوض على طول. اف اكس زائد اتش، يبقى انا هشيل كل اكس واحط مكانها اكس زائد اتش، يبقى بتساوي اكس زائد اتش تربيع زائد 3، نفك دي تبقى اكس تربيع اكس تربيع زائد اتش تربيع، زائد 2 اكس. ماشي، ايوه زائد 2 برافو عليكي، 2 انت كنت المفروض جايبها في الاول صح، اكس اتش برافو عليك، زائد الثلاث، زائد
طيب خلاص نعوض يلا. الأرقام على على طول، والارقام زي ما هي. طب تعال نعوضه بقى، تبقى لم، او تعالي بقى اف أنا اكس عارفة زائد اتش اهي، نحطوها اكس تربيع زائد اتش تربيع زائد 2 اكس اتش زائد 3 ناقص اف اكس ناقص هي فين اهي، يبقى ناقص اكس تربيع ناقص 3. دي تروح مع دي ودي تروح مع دي على اتش. خد اتش من فوق عامل مشترك اهو سام ليميت اهي. اما اتش تروح تقترب بالصفر. خد اتش من فوق عامل مشترك اتش اهي، هيتبقى لك اتش زائد 2 اكس ماشي على اتش. اتش تروح مع الاتش، حط اكس بالصفر، الاتش بالصفر هتساوي 2 اكس. وفعلا لو انت جبت المشتقه الاولى هتلاقيها ب 2 اكس، لان مشتقه الثابت صفر. ده باستخدام التعريف. دي بقى لو جت في الامتحان بتيجي مساله واحده بس، ومساله صغيره خالص عشان ما تاخدش وقت. انت فهمان يا هيا؟ أنا عارفة أحلها، بس كنت بسأل بس إمتى لما أستخدم دي لما يقول لي مشتق. امتى تستخدم؟ اما يقول لك اوجدي باستخدام التعريف. لو قال لك اوجدي المشتقه الاولى باستخدام التعريف، هي دي المشتقه الاولى باستخدام التعريف. تمام. يبقى لو قال لك اوجدي باستخدام التعريف او اوجدي الميل باستخدام التعريف، هو برضه المشتقه الاولى. او اوجدي ميل المماس باستخدام التعريف، هو برضه المشتقه الاولى. او جيب معدل التغير باستخدام التعريف، هو برضه المشتقه الاولى. اذا معنى كلامي، خلي بالك من الحته دي، المشتقه الاولى عباره عن ايه؟ يعني المشتقه الاولى بتاعتي ده هي ميل المماس، هي معدل التغير، هي اف وشرطه اكس. يبقى المشتقه الاولى بتساوي معدل التغير بتساوي ميل المماس بتساوي ظا اهي، او تان بقى مش ظا، اهو عندكم تان اهي، تان اكس او تان زاويه مثلا سيتا بتساوي مشتقه الاولى بتساوي معدل التغير بتساوي ميل المماس بتساوي تان سيتا بتساوي ايه كمان؟ بتساوي ميل المماس بتساوي اللهم صل وسلم وبارك على حبيب رسول الله، وقلنا معدل التغير بتساوي اف شرطه اكس. ده كله بمعنى واحد، كل ده اهو معناها واحد. امتى اجيب ده هو باستخدام التعريف؟ اما يقول لي هو اوجد باستخدام التعريف. فهمت كلامي؟ يبقى لما يقول لي اوجد باستخدام التعريف، يبقى هجيب له باستخدام التعريف. ده من قال لي اوجد المشتقه الاولى وانكتم، بشتق على طول. من المماس وانكتم، اجيب على طول. عاوز ظل الزاويه اهي وانكتم، اجيب على طول. عاوز اف وشرطه اكس وانكتم، اجيب على طول. عاوز معدل التغير وانكتم، اجيب على طول. ما استخدملوش التعريف الا لما يقول لي. سمعاني يا هيا؟ فهمت. طيب دي اللي هي اول جزئيه اللي هي المشتقه الاولى. طيب ناخده كمان واحده برضو. لو قلت جي اكس بتساوي مثلا 5 اكس اس 2 على 5 زائد 3 اكس اس نص. انا عاوز المشتقه الاولى. طبعا هي شافت 2 على 5 ونص، هو الاستاذ ده يعني انا ناقصه اهو، سهله برضه نجيبها برضه عشان ما تغلطيش اهو. بتساوي الخمسه اهي. هنضرب الاثنين في على خمسة في يبقى خمسة. 2 على 5 في 5. اكس اس 2 على 5 ناقص 1 ناقص واحد. زائد 3 في نص او ضرب نص. دي في ضرب اهي، خليها كده. اكس اس نص ناقص 1 يساوي الخمسه تضيع الخمسه بتساوي 2.
اكس اس 2 على 5 ناقص 1 يعني هتبقى سالب 3 على 5 3/5. زائد 3 على 2 3 على 2 اكس اس سالب نص. نبدأ نعمل ايه؟ يبقى 2 في 1 على ضرب 1 اهو، ضرب 1 على اكس اس 3 على 5 زائد 3 على 2 ضرب هي 1 على اكس اس نص بتساوي الاتنين في 1 ب2 على الجذر الخامس لاكس اس 3 زائد التلاتة فوق اهي على 2 الجذر الثاني ما بنكتبش الاكس اس 1. دي النهاية بتاعتي. ماشي يا هيا؟ دي اللي هي المشتقة بتاعتي الأولى. خدنا إيه كمان؟ خدنا مشتقة حاصل ضرب دالتين. طبعا مشتقة حاصل ضرب دالتين ده درس بسيط جدا، بس أهم حاجة أكون حافظ مين؟ القانون. أهم حاجة أكون حافظ القانون بتاعي. يعني لو قلت جي إكس مثلا، جي إكس بتساوي 3 إكس تربيع ناقص 5 مثلا. في 2 إكس أس 3 زائد 4 إكس. أنا عاوز أجيب المشتقة الأولى، فبقول أنا مشتقة لازم أكون حافظ القوانين ده. هي مشتقة حاصل ضرب دالتين بتساوي مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية في الأولى. بس بنفذ القانون ده. اشتق دي كده يا هيا، يبقى جي شرطة اكس، اشتق دي يبقى بتساوي 6 اكس 6 والخمسة طارت 6 اكس اهي، ادي 6 اكس دوت يعني ضربة الثانية زي ما هي 2 اكس اس 3 زائد 4 اكس زائد الثانية زي ما هي اهو، الثانية زائد قصدي الأولى زي ما هي اللي هي 4 إكس تربيع ناقص 5 في مشتقة الثانية دوت مشتقة الثانية اشتق دي أهو، يبقى 6 إكس زائد 4 6 إكس باور 2 زائد 4. ماشي كده؟ كده أنا اشتقيت وخلصت. يا أستاذ أضرب إمتى؟ أضرب إمتى؟ بالعربي أضرب في حالة واحدة بس، لو هو جيب لي اختياري، لأن أكيد مصفيها. يبقى لو هو جايب لي اختياري أضرب وأجمع، ما جابليش اختياري يبقى أنا خلصت كده. أنت فاهم كلامي؟ أيوه. أصل أنا هضرب إيه؟ عاوز أضرب أهو، طب لازمتها إيه الضرب؟ طب أنا هضربها وأسيبها. أنا صفيها في حالة واحدة بس. أيوه أنا هضربها وأسيبها. يعني انا بص، اصل احنا بتوع الرياضه ايه دايما كده يعملوا الحاجه يستفيدوا منها. طب انا عارف ان انا هضرب دي مره هنا ومره كده، ودي مره وكنت قوسين اهو، هضرب الحد ده في ده وده في ده والجوانبين في بعض والبعض في بعض واجمعهم مع بعض والزقهم في النص. بعد ما اعمل ده كله هستفيد حاجه؟ لا. طب افرض قلت جي واحد، عاوز جي واحد برضه ما تضربيش، هعوض عن اكس بواحد. طب جي 2 يبقى عوض عن اكس ب 2 قبل ما تضربي اهو، هاتي جي 2 كده اهو، 6 في 2 اهو ضرب 2 اهو، وبعدين الجاي كده 2 في 8 16 على طول اهي، زائد 4 في 2 ب 8 اهو، زائد 3 في 4 ب 12 اكس ب 2 ناقص 5 هتنضرب اهو 6 في 4 ب 24 زائد 4. بس شفت انا عملت ايه؟ ده ما نقعد افك وبعدين اضرب.
ليه هو انا ان شاء الله فاضله؟ صح. صح. يعني دايما كده ايه بتوع الرياضه بالذات بيبقوا حلوين كده. ما اضربش الا لما اكون هو خلاص عاوز نضربها، يبقى اكيد مثلا ايه اما يقول لي في الاخر ايه اختار مثلا 5 اكس تربيع زائد 3 اكس زائد 4 يا ابن الفجريه، مثلا جيب لي حياه مين دي بقى، يبقى لازم اضربها واصفيها. ما هو ده كده ابن فجريه. بس عشان اضربها واصفيها، اذا المساله ده اهي في الامتحان عليها ايه؟ ان كان الامتحان ساعه ونص يبقى هي نص ساعه لوحدها. ليه بقى؟ يبقى هو حاطط لها الوقت بتاعها، وعلى فكره يبقى عليها درجات ياما. انت فاهم كلامي؟ لان هو كده هي اه. ادى مساله كبيره بقى، يبقى حاطط لها درجتها. ما هي مساله خدت وقت. ما انا ممكن 10 مسائل ياخدوا نص ساعه ومساله واحده تاخد نص ساعه، لانها عاوزه شغل. صعبه يا هي. لا. يبقى دي مشتقة حاصل ضرب دالتين. طب ايه كمان يا استاذ؟ خدنا مشتقة خارج قسم الدالتين. نفس القصه. نفس القصه، مش هنقعدوا نمسحوك بقى ايه. انت برضه ماشي. لو قلت اهو مشتقة خارج جسمة دالتين بتساوي ايه يا هي؟ بتساوي الاول نقول مربع المقام، يعني ناخد المقام نربعه، وبعدين نقول المقام. بصي ببدأ بالمقام اهو، في مشتقة البسط ناقص البسط في مشتقة المقام. بس لازم القانون اكون حافظه كويس. دي قوانين بقى. دي مشتقة خارج قسم الدالتين. يعني ايه يا استاذ؟ اهو يعني لو جي اكس بتساوي 3 اكس تربيع ناقص 5 اكس مثلا على 2 اكس زائد 1. هي بتقول اللي دي سهله يا استاذ، وهو هيسيب لك فيها صعوبه ايه؟ هو الفكره كلها انا عاوزك تعرف تشتق حاصل قسم الدالتين ام لا. انا ما بجيبش رياضه ان انا امسكك اعقدك في الرياضه، لا. انا عاوز اعرف انت بتعرفي ولا لا. بعض. طب انت هتعملي ايه؟ هتقول لي بص أربع المقام. هجيب الشرط تكسر كده كده، وحاط المقام كده اهو اهو، واحط عليه تربيع. وبعدين هو قال المقام يبقى المقام اهو 2 إكس زائد اهو. واحد في في مشتق في مشتقة بقى البسط، تعال نشتق البسط بقى يا اخوي 6 إكس يبقى 6 اكس ناقص خموس. ناقص 5. بس خلاص. ناقص 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 ناقص، خلي بالك من الناقص دي. 3 إكس ناقص تربيع البسط زي ما هو. فين البسط؟ 3 اكس تربيع ناقص 5 اكس. نضربها في مين بقى؟ في مشتقة المقام اللي هي في 2. 2. بس خلاص. خلصنا كده برضك بمنتهى البساطة. طيب ايه كمان يا استاذ عبد الرازق؟ أهو. ايه كمان؟ لو انا قلت الجي اكس بتساوي 5 اكس اس 2 ناقص 9 اكس، كل ده اس 12 باور 12. بصي سهل جدا. اول حاجه هنزل ال 12 ونقص من الباور 1، يبقى 5 اكس اس 2 ناقص 9 اكس بقت اس 11. اس 11 في في ايه؟ مشتقة ما بداخل القوس. هنا هو مشتقة ما بداخل القوس اشتق، يبقى 10 اكس ناقص
9 بس خلاص. يبقى انا بنزل الباور وانقص منه 1 في مشتقة ما بداخل القوس، سهل خالص. واحدة تانية جي اكس بتساوي مثلا 3 اكس تربيع زائد 5 أس 7. أنا عاوز جي شرطة اكس، خلاص أنزل ننزل 7 7. وأفتح القوس 3 إكس تربيع زائد اكس 5 تربيع زائد 5 كل باور أس 6. 6 الأول كده في مشتقة ما بداخل القوس، يبقى 6 في إكس بس خلاص بس. ما فيش إلا هي. بالله عليك صعبة. لا. طيب نلعبه كمان لعبة، نلعبه كمان لعبة. لو قلت جي اكس بتساوي الجذر التربيعي لإكس أس 3 ناقص 5 إكس. طيب أنت هتعمل إيه يا أستاذ؟ مشتقة أي جذر أهو، مشتقة الجذر بيساوي جذر التربيع بالذات مشتقة ما تحت الجذر على ضعف الجذر. يبقى مشتقة الجذر التربيعي القانون ده اخده فيها على طول. مشتقة اللي تحت الجذر على ضعف الجذر بس. يعني يا استاذ عبد الرزاق بتساوي اشتق اللي تحت الجذر كده اهو، يبقى 3 اكس باور تربيع ناقص 5 5. على ضعف الجذر يبقى 2 جذر بس. اكس اس 3 ناقص 5 اكس بس، خلص الكلام خلصت. ده مشتقة أي جذر بتساوي مشتقة ما تحتها الجذر على ضعف الجذر. كتابكم بقى مش عاجبه القانون ده خالص. أنا جيت في كتابكم أقرأ فيه لقيت الراجل مش عاجبه القانون ده خالص. ليه يا عم الله يهديك؟ حاضر حللها طبعا، هو حللها مش غلط صح طبعا، بس حللها بطريقة يعني إيه صعبة شوية. قال لا يا عم انا مش عاوز القانون، لو انت خدت بالك هنحطه الباقي اللي طلع اهو، اللي طلع اهو 3 اكس تربيع ناقص 5 على 2 جذر اكس اس 3 ناقص 5 اكس. طيب اعمل ايه بقى يا استاذ؟ سهل تعال حضرتك بمنتهى البساطه كده هتجي كده. انا دلوقتي هعمل ايه؟ كتابكم بقى مش عاجبه الطريقه دي خالص، والقانون ده انا لفيت الكتاب كله مش لاقيه، مش موجود عندي ما هو اعرفش. بيحب الطرق الصعبة الكتاب. طيب اعمل ايه بقى؟ بص لي كده هو عامل ايه. قال والله جي اكس بتساوي اكس اس 3 ناقص 5 اكس الكل اس نص. يا ابن المعجنه رفعها الاس نص وقال لي هشتغل بالطريقه اللي انا هنزل الباور وانقص 1 يا بابا. طب يا عم الله يهديك راح منزل النص كده وراح ايه قال اس نص ناقص 1 وقال دي زي ما هي اكس اس 3 ناقص 5 اكس في مشتقة ما بداخل القوس اللي هي 3 اكس اس 2 ناقص 5. ماشي يعني. وقال لي بص خلي النص زي ما هو اهو، وراح عامل شرط كسر كده كبيره كده وراح مسقط دي تحت. بقت القوس اهو اكس اس 3 ناقص 5 اكس الكل اس نص، لان هو طبعا هيبقى النص سالب فوق نزله تحت عشان يبقى موجب. وقال لي يا استاذ في اضربت زي ما هي اهو 3 اكس تربيع
ناقص الخمسة. قال لي تعلموهم بقى مع بعض كده. قال يبقى هيضرب دي في دي، يبقى 3 اكس تربيع ناقص 5 على الاثنين اهي. دخل دي تحت الجذر اهي، لان هي اس 2، يبقى اكس اس 3 ناقص 5 اكس. ادي الناتج اللي الكتاب طلعه، وادي اللي احنا طلعناه بالقانون. هل هناك فرق بينهم؟ لا، هو في غلط لو استخدمنا طرق تانية غير كده؟ لا، مش انت براحتك. اصل ممكن تقول يعني هو ما يقدرش يقول لي غلط لسبب، لان فيه كتب. اصل الرياضه دي مش كتاب، الرياضه دي مراجع كبيره. انت فاهم كلام ولا لا؟ اه. يعني احنا مثلا ما بنقراش من كتاب، احنا عندنا المرجع الاصلي، بس مشكلته انه عندنا بالعربي مش عندنا بالانجليزي. انا مش فانا فاهمة يعني ايه ايوه. سين. نعم. لما شفت كتاب مصر مش فاهمة يعني ايه سين والحاجات العربي اللي حاطينها. ايوه، المشكله عندنا مصر كلها شغاله عربي، بس الكتب برضو اللي هي بتاع الرياضه كلها عندنا، الكتب كلها بالعربي. بس مش معنى اصل السين اللي هي الاكس، السين اللي هي الاكس، فاهماني؟ يعني حروف اللغه العربيه يبقى هي حروف اللغه الايه الانجليزيه، مم. بس وخلاص. بس بقى بتفرق مثلا ايه من انا مثلا داخل الانجليزي شويه ابدا احس عربي، تبص تلاقي ايه انا كل شويه اقول مره شويه. يعني انا مثلا بروح اشرح ثالثه ثانوي عربي، يوم هو اسود بعد حصتك دي، اجي كاتب لهم الصفر كوره. ايه يا استاذ دي خمسه، اقول لهم أستاذ لسه طالع من عند الضهايا الانجليزي لسه مسافر. فبتبقى هي بس بتفرق في الايه في الحته دي بس. ان مم. طبعا ايه ما يعني ايه مننا شويه عربي وشويه انجليزي، تلاقي العمليه مش ثابته. يعني ايه تلاقي برضك في ايه، ممكن تيجي تكتب انجليزي تلاقي نفسك تكتب عربي، تلاقي ده الجذر بالانجليزي الجذر بالعربي كده، فممكن تيجي تكتب الجذر تيجي كاتبه كده. هذا الفرق بس، انك ايه قاعده 13 بقى شويه انجليزي شويه عربي، فايدك مش واخده بقى على الكل يعني. ده هي كل على فكره المشتقات. وعلى فكره انا ضحكت عليك على فكره، معلش عشان بأمانة ربنا، انت قلت لي راجع لي، وانا في وسط المراجعات قلت الدرسين اللي ناقصين. ماشي. لانه انا شايف ان هم بيقول لك ايه، بساط مش صعب. ولو هم صعب انا كلهم كنت. أفكار مرتبطة مع بعض. ايوه، الله ينور عليك. ولو هم صعب انا كنت ايه زي ما بيقولوا ايه، ما اديتش الهاي بصراحه ايه. ده كله في ثانيه، ده انا المفروض ان أنا بشرح ده في نص سنه كامل، ولكن هي سهله وانت شاطره. فعشان هي سهله وانت شاطره قلنا الكلام ده بسرعه. هنبدا دلوقتي يا هيا ناخد مشتقات الداله التركيبيه دي اللي ما قلتهاش. انا قلت كله على فكره، كل اللي فات اللي ماشيه ده انا قلته ما عدا دي بس. مشتقات الدوال المركبه. الاول يعني ايه تركيب داله؟ يعني احنا عرفنا قبل كده اما اقول اف تركيب جي، يعني ايه اف تركيب جي لاكس؟ اخدتها قبل كده، بتساوي اف واعمل قوس كده وادخل الاكس للجي يبقى جي اكس، وبعد ما اجيب الجي اكس اجيب منها الاف اللي هيطلع مكانها. طب يا استاذ عبد الرازق لو سمحت ادينا واحده عشان انا نسيت التركيب من زمان. التركيب ده احنا خدناه السنه اللي فاتت او السنه اللي قبلها، انا نسيت. اقول لك أنا، لو عندي مثلا جي اكس بتساوي 2 اكس زائد 3، واف اكس بتساوي اكس تربيع. انا عاوز اف تركيب الجي
لاكس. يبقى انا عاوز اف وتركيب جي لاكس. بعمل ايه؟ بدخل الاكس ده هي للجي مره، يبقى بتساوي الاف اهي، وافتح قوس كبير كده واكتب جي اكس. الجي اكس بتساوي ايه؟ 2 اكس ناقص زائد 3. مش دي جي اكس؟ ما هي جي اكس اهي بتساوي ايه؟ 2 اكس زائد 3. يبقى دي معناها اف بين قوسين 2 اكس زائد 3. طب واحنا قلنا اف وعفريت، بنشيل الاكس ونحط الايه؟ العفريت. يبقى اف 2 اكس زائد 3، هنشيل الاكس ده اهي ونحط مكانها 2 اكس زائد ايه؟ 3. يبقى بتساوي 2 اكس زائد 3 بس اس 2، لان دي كان فوقها 2. بس انا كده جبت اف وتركيب جي للاكس، للداله اكس. افتكرتها ولا لسه؟ افتكرتها. لقيتها كمان مره، كمان مره، كمان مره. خدت برضه، قلنا في السنوات اللي قبل كده مثلا اتش اكس اهو بيساوي اكس زائد 3، وعندك جي اكس بتساوي جذر اكس زائد 5. انا عاوز جي تركيب اكس اتش للداله اكس. انا عاوز جي تركيب اتش للداله اكس تساوي ايه؟ بالراحه. الجي اهي، ادخل الاكس للاتش يبقى بتساوي الجي اهي، اشيل الاتش اكس واحط اللي بتساويه اهي. الاتش اكس بتساوي اكس زائد 3. نجيب جي اكس زائد 3. لو قلت جي عفريت يبقى شيل الاكس واحط العفريت. هو قال لي جي اكس زائد 3، يبقى شيل الاكس ده واحط مكانها اكس زائد 3 اهو، يبقى بتساوي جذر. ما انا هشيل دي بقى، هشيل اكس دي تبقى اكس زائد 3 زائد مين يا هايا؟ زائد 5. يبقى بتساوي جذر الاكس زائد 8. اتفهمت ولا لسه؟ مفهوم. دي احنا خدناها سابقا. طب انت عمال تعيد وتزيد فيها ليه يا استاذ؟ لان لو انا فاهمها كويس هتبقى سهل معايا الدرس. لان دلوقتي انا هجيب مشتقة التركيب، مشتقة التركيب. آه. طيب بقول لو عندي إذا كان الاف واكس بتساوي اكس أس 8، والجي اكس بتساوي اكس أس 2 زائد 5 اكس، أوجد اف تركيب جي مشتقته بالنسبة لاكس. يبقى أنا عاوز مشتقة تركيب اف وجي بالنسبة لاكس. فمشتقة، خلي بالك بقى، أنا عاوزك تركزي معايا بقى. هو عاوز مشتقة الاف تركيب جي، مشتقة الاف تركيب جي بالنسبة لاكس. عاوز مشتقته، يبقى هو عاوز مشتقة الاف تركيب جي للاكس. مشتقة 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 مشتقة. طيب دي بتساوي ايه؟ بتساوي اف وشرطة، خلي بالك، اف وشرطة، ايوه، جي اكس. الله، يعني انا بعد ما اجيب الاف وشرطة اعوض فيها عن الاكس بجي اكس. خلي بالك من معنى الكلام. بعد ما اجيب الاف وشرط
اعوض فيه عن الاكس بجي اكس، دي معناه ضرب مين؟ اللي هي جي شرطة اكس. ده القانون بتاعي. تاني، مشتقة اف وتركيب جي بتساوي ايه يا استاذ عبد الرازق؟ بتساوي اف وشرطة جي اكس. يعني حضرتك دلوقتي اول حاجة هنجيبه اف وشرطة، اف وشرطة ايه؟ الاول اف واكس بتساوي كام يا استاذ؟ اهي بتساوي اكس اس 8. طيب اكس اس 8. طب اف وشرطة اكس بتساوي 8 اكس اس 7. ما احنا دي حفظناها بقى. اه. طيب طب الجي اكس بتساوي ايه يا استاذ؟ نجيبها بالمره. الجي اكس بتساوي اكس تربيع زي 5 اكس. مشتقة الجي اكس هاتيها بالمره. الجي شرطه اكس. من اكس زائد 5. بس خلاص، تعالى بقى ننفذه في القانون. ننفذه في القانون. اه تعال ننفذه القانون. اف او اف تركيب مشتقة اف تركيب اكس، مشتقتها كده، مشتقة الاف تركيب اكس بالنسبة لاكس، قلنا بتساوي اف شرطة جي اكس ضرب 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 ايه؟ جي شرطة اكس. ده قانون. طيب طيب الاول نشوف اف وشرطة، اف وشرطة، اف وشرطة بتساوي كام؟ احنا جبنا اف وشرطة ايه؟ 8 اكس اس ايه؟ 7. اهو 8 اكس اس 7. ما هي دي اللي هي اف اكس، اف اكس. طب شيلي بلد، بص شيل حضرتك كده، شيل حضرتك الجي اكس ده اهي، شيل الاكس دي وحط مكانها الجي اكس. اكس تربيع زائد 5 اكس. يبقى انا بالراحه، ايوه، يبقى انا بالراحه خالص كده لازم اعرف انا بعمل ايه. احنا عاوزين اف وشرطه جي اكس. اما اقول اف وشرطه جي اكس يبقى انا دي 8 اكس، هشيل بقى الاكس ده اهي، الاكس ده واحط قيمه الجي اكس. يبقى الخطوه اللي بعدها 8، هشيل دي خالص واحط الجي اكس اهي، اللي هي إيه؟ كانت الداله اف قابله للاشتقاق عند النقطه اللي هي يو بتساوي جي اكس، وجي داله قابله للاشتقاق عند اكس تكون مشتقه الداله المركبه اللي هي اف تركيب جي للكل، كل اس اي اكس. يبقى بتساوي ايه ان شاء الله؟ اف وجي اكس. يبقى انا قلت دخلت الاكس دي لدي. طب اف شرطه اكس بتساوي ايه بقى؟ اف شرطه اف تركيب اف وجي اكس بالنسبه بالمشتقه الاولى بالنسبه له بتساوي اف شرطه جي اكس ضرب جي اتش لكل ايه اكس، او جي شرطه اكس. تاني بص معايا، لو انا عندي اف تركيب الداله اف بالنسبه لجي اهي، يبقى اف تركيب دي ده بالنسبه لاكس. اهو قلت دي تعريفها اصلا بتساوي اف كده وبعدين جي اهي وبعدين اكس. ده التعريف بتاعي اصلا اللي انا خدته السنه اللي فاتت. طب انا لو عاوز مشتقة التركيب بعمل ايه؟ اهو مشتق التركيب في اف جي اف تركيب اكس. مشتقة التركيب بتساوي ايه؟ اللي هي اف تركيب جي. انا عاوز بقى مشتقته لاكس، دي بتساوي اف شرطه للجي اكس اهي
الكلام ده مضروب في جي شرطة اكس. كمان مرة، انا عاوز مشتقة التركيب، مشتقة التركيب، مشتقة التركيب بتساوي مشتقة اف، بس من بعد ما اجيب مشتقة اف اعوض عن الاكس بتاعتي بجي اكس. خلي بالك، بعد ما اجيب المشتقة اللي هي اف اعوض عن كل اكس تجابلني في المشتقة اللي هي اف بالدالة جي اكس، وبعدين اضربها على طول، اضربها في مين؟ في الجي شرطة اكس اللي هي المشتقة الاولى للجي اكس. كمان مرة ركزي لان ده قانون عاوز يتحفظ اهو. كمان مرة، اهم شيء لو انا حافظ القانون هنفذ فيه فقط لا غير اهو. كمان مرة اعمل ايه يا استاذ؟ هات لي لون تاني. لون تاني اهو. قلت انا مشتقة التركيب، يعني انا اف تركيب جي ماشي بالنسبة لاكس. انا عاوز اجيب مشتقة التركيب، مشتقة التركيب بتساوي اف شرطة. بعد ما اجيب اف شرطة هشيل الاكس واحط مكانها جي اكس. كل ده اضربه في المشتقة بتاعت الجي اكس. طب يا استاذ عبد الرزاق لو سمحت هاتهم كده بالراحه كده، هاتهم كده. انت عندك اف واكس اهي، اف واكس اهي يا استاذ، اهي يا استاذ بتساوي 8 بتساوي اكس اس 8. طب يبقى اف شرطه اكس يا استاذ بتساوي 8 اكس اس 7. طب هات لي الثانيه يا استاذ، الجي اكس يا استاذ، الجي اكس اهي بتساوي اكس تربيع زائد 5 اكس. طب جي اكس، جي شرطة اكس يا استاذ، جي شرطة اكس بتساوي 2 اكس تربيع زائد 5. صعب اللي انا عملته كده؟ لا سهل. تعال نعوض فقط لا غير. انا كده جبت كل حاجة، تعال كده اهو بتساوي اف شرطة اهي، اهي اهي 8. قلت بدل الاكس ده اهي اعوض عنها بايه؟ بجي اكس اهي. ما انا هقول اف شرطه جي اكس، يبقى بدل الاكس ال 8 ثابته مش هعوض عنها ب 8 8 زي ما هي. بدل الاكس هحط الايه؟ الجي اكس. الجي اكس كانت بتساوي ايه؟ اهو اكس تربيع زائد 5 اكس. اهو اكس تربيع زائد 5 اكس. الكل اس، ما انا هعوض على الاكس والسبعه زي ما هي بس. ضرب 2 دي اكس تربيع زائد 5. دي شرطه اكس انا جبتها 2 اكس تربيع زائد 5 اه مره واحده. اعيدها كمان مره، كمان مره، مفهوم. كمان مره. انا لسه ما فهمتش، انا عندك ايه؟ ما انت اللي فهمتها يبقى خلصت. بص يا هاي، كمان مره يا هاي. انا عندي يا هاي اف تركيب جي بالنسبه لاكس. انا حافظ ان دي بتساوي اف وبعدين احط جي كده وبعدين احط اكس هنا. ده اللي احنا خدناه السنين اللي فاتت. السنه دي هو مش عاوز كده، هو عاوز مشتقة التركيب. يبقى اف
تركيب جي بالنسبة لإكس، أنا عاوز أجيب مشتقة التركيب بتساوي إيه يا هاي؟ أو اف شرطة. بس بعد ما أجيب اف وشرطة هشيل كل إكس وأحط مكانها جي إكس. مضروبة في جي شرطة إكس. ده القانون بتاعي. اتفهمت دي القانون ولا لأ؟ مفهوم. اعمل ايه يا استاذ عبد الرزاق بقى؟ اهو انا عندي يا هاي اهو مشتق. اف واكس اصلا بتساوي اكس اس 8. يبقى اف وشرطه اكس بتساوي 8 اكس اس 7. وعندي كمان يا استاذ الجي اكس بتساوي اكس تربيع زائد 5 اكس. يبقى الجي شرطه اكس بتساوي 2 اكس تربيع زائد 5. تعال نطبق القانون يا استاذ. تعال نطبق في القانون يا استاذ. اهو انت قلت يا استاذ ان اف تركيب جي مشتقة اف تركيب جي لاكس بتساوي يا استاذ اف شرطة. خلي بالك قلت بدل الاكس هنشيلها وتحط جي اكس. ما تردش في كلامك تاني. ضرب جي شرطة اكس. يعني بتساوي الاف شرطة اكس. المفروض انا احط بدالها الكلام ده، بس انا قلت حته بدل الاكس ده هنحط جي اي اكس. يبقى 8 زي ما هي. بدل الاكس دي هنحط جي اكس. طب ما هي جي اكس فين؟ جي اكس اهي. يبقى نفتح قوس كده ونقول اكس تربيع زائد 5 اكس الكل أس سبوعة. طب السبعة جت منين؟ اللي هي دي، اللي هي كتير. ما هي اف وشرطة اكس بيساوي 8 اكس اس 7. فانا شلت الاكس بس وحطيت بدل الاكس ده اهي جي اكس. جي اكس اصلا بتساوي المقدار ده اهو. يبقى المقدار ده اهو اس كام؟ اس 7. اتفهمت دي ولا لا؟ مفهوم. ضرب جي شرطة اكس ما احنا جايبين 2 اكس تربيع زائد 5. الباشا قال لا اضربي لي بقت الثمانية هناك بالمرة كده. يبقى بتساوي اكس تربيع زائد 5 اكس كل ده أس 7. هنضربه الثمانية في 2 اهو ضرب اهو. الثمانية في 2 ب 16 اكس تربيع زائد الثمانية في 5 ب 40. كده يبقى انا خلصت المسألة خلاص. اعيدها تاني يا حيا. هو ليه كاتب في المثال مفيش تربيع؟ 2x بلس 5. فين مفيش تربيع؟ هنا قصدك ولا هنا؟ هنا لا، ما هنا مفيش تربيع، مش احنا نزلنا الاثنين. طب الاستاذ غلطان. مش دي المشتقه يا جرعه؟ مش هي دي المشتقه؟ ايوه. انا اصلا غلطان. المفروض التربيع دي ما نزلت. مش انا بنزل الاثنين بنقص منه واحد؟ مم. صح. طب الاستاذ غلط. انت ولا قاعده مع الاستاذ وخلاص. ايه اللي هي يا رب يقع في البحر. ماشي. اتفهمت؟ مش انت بتنزلي واحد وتنقصي واحد بالاس يا هيا. اعيدها تاني. فهمناها كويس؟ تمام. طيب تعال نشوف بقى إيه مسألة. طبعا المسألة أو قاعدة السلسلة. ساعة ما قلت لك إن جي إكس بتساوي مثلا قوس كده 5 إكس زائد 6 الكل أس 10.
انت قولي لي هاتي لي جي شرطة اكس كده، يلا قول. ها 10 ننزل القوس ايوه 5 اكس زائد 6 اس باور 9 في مشتقة اللي جوه مشتقة، ايوه، ما بداخل القوس شاطر، اللي هو كام؟ 5 بس. 5. بس هي دي القاعدة بقى اللي احنا ضحكنا عليك وخدناها، دي اسمها قاعدة السلسلة. بنزل الباور وانقص منه واحد في مشتقة ما بداخل القوس. بس هو بقى ابن عفاريت، اما جاب لك مسائل ما جابش القاعدة لوحدها، امال عمل ايه؟ قال لك متغيرات. ايوه، ده جاب لك قاعدة ضرب، والقاعدة اهو بيساوي 4 اكس ضرب القوس الثاني 3 اكس زائد 5، الكل أس 5. فأنا بقول إيه بقى؟ إن دي دالة، دي دالة، ودي دالة، كده مشتقة حاصل ضرب دالتين، يبقى بتساوي إيه؟ أهو مشتقة الأولى في الثانية زائد مشتقة الثانية في الأولى بس. طب تعال تساوي مشتقة الأولى 4 بس، في الثانية زي ما هي، زائد مشتقة الثانية اشتقها بقى، هتنزل الخمسة، 3 يبقى 5. 3 اكس زائد 5 الكل أس 4 في مشتقة اللي جواها، اللي جوا القوس اللي هو 3 في الثانية، ما هو ده تبع دي، أيوة. في الثانية، الثانية زي ما هي 4 اكس إكس. بس، خلص الكلام. تعال نصف العملية، طبعا الأولانية دي مش صفية، 4 في 3 اكس زائد 5 الباور 5. اوعى بقى تتجية وتقول هفك ده، لا ما يفكش لانه هيبقى قد كده، ممكن نفكه بنظريه الذات الحدي. زائد الخمسة في 4 ب20، اهو انا ضربت 5 في 4 ب20 في 3 ب60 كمان. يلا انا ضربت الاعداد كلها في بعضها تاني. الخمسة ده اهي، الخمسة ده اهي ضربتها في الاربعة ده اهي في الثلاثة ده بقت ب60. مش الأربعة مع متغير. عادي مش مشكله، بس 60 اكس ما في اكس هنا، ما هو اصل دي اعداد كلها مضروبه ببعضها اهي، يبقى 5 في 4 ب20 في 3 يبقى ب 60 اكس، الاكس زي ما هي. القوس بقى اللي جوه اهو 3 اكس زائد 5 الكل اس 4. برضك اوعك تفكي القوس كده خلاص.